الدراسة على الأبواب، وكنعرفوا كاملين الإحساس ديال البداية اللي كيكون فيه الخوف والحماس وكيكونوا عندنا أهداف جديدة، لكن باش نكملوا العام كامل بنفس الحماس والتحفيز وما نحسوش بالملل خاصنا واحد السر اللي قليل اللي كيهضر عليه قليل اللي عارفه، اللي هو نختاروا الأدوات المدرسية صحيحة. فبصراحة الأدوات المدرسية كتعاون بزاف أنك تركزي وتنظمي وقتك، وأهم حاجة دوز القراية بشكل ممتع ومحفز، غتعاونك بزاف حتى في تنظيم حياتك الشخصية بكل سهولة. اليوم ما غاديش نعطيكم لائحة مملة، بالعكس غادي نوريكم ادوات اللي خاصكم بالضبط. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لي لايك وسبسكرايب الى عجبكم هاد لا فيديو، الى عجبتكم القناه. ويلا نبداو. الستيكي نوت هما دوك الوراق الصغيورين الملونين اللي كيلصقوا في اي بلاصه، ممكن يبانوا لكم شي حاجه بسيطه ولكن راهم سر من اسرار التنظيم والتركيز، غيسهلوا عليكم بزاف تقسيم المعلومه لملاحظات صغيره وسريعه. بالالوان ديالهم الجذابه المخ غادي يبقى عاقل على المعلومه اكثر. تقدروا تلصقوهم على الحيط قدام المكتب ديالكم وتكتبوا فيهم تحفيزات او اهداف الاسبوع، حتى معلومات باش ما تنساوهم، وغيفيدوكم بزاف في الدفاتر ديالكم، حيت الا بغيتو تزيدوا شي ملاحظه ولا غلطتوا في شي حاجه تكتبوا فيهم تصحيح وكتلصقوها في الصفحه، وهكا كتسهلوا عليكم انكم ما تعاودوش الكتابه من الاول. النوت بوك او البلانر هو الدفتر اللي كينظم لكم افكاركم ووقتكم، غيعاونكم بزاف تسجلوا فيه الخطط ديالكم والمواعيد ديال الفروض والاختبارات. ما نساوش تكتبوا فيه الاهداف الصغيره ديالكم كل نهار او كل اسبوع، فهو ماشي مجرد دفتر بل هو اداه غادي تخلي دماغك منظم وهادئ، وغيعاونكم بزاف حتى في النفسيه ديالكم ملي تكتبوا فيه الافكار ديالكم. ما غاديش يضيعكم في الفوضى ديال الدروس والمهام وضيق الوقت اللي كيكون في الامتحانات. والاحسن حاجه هو انه به كتجدد الطاقه ديالكم، انكم كل مره تكتبوا شنو باغيين توليو او شنو اهداف جديده، والاحسن تكتبوا فيه النصائح اللي كتسمعوا لها، فهو غيعطيكم رؤيه واضحه على كل المهام اللي كتكتبوها، شنو اللي ضروري شنو اللي مستعجل وشنو اللي تقدروا تاجلوه. بكل صراحه كيخليك ماشي غير منظمه في المدرسه، انما حتى في حياتك اليوميه كتولي منظمه ومرتاحه. الهايلايترز اقلام التحديد اللي الصراحه كنشوفهم مهمين بزاف لاي تلميذ وتلميذه، لانه اي واحد في اي مستوى دراسي سواء بعد البكالوريا ولا قبل كيحتاج هاد الهايلايترز لانهم مهمين بزاف. كيعاونوكم فاش كتبغيو تميزوا الافكار الاساسيه اللي في الدرس بحال التعاريف الامثله اللي مهمه ولا المعادلات، هكا كتفرقوا ما بين المواضيع المختلفه داخل نفس الصفحه ونفس الفصل، وكيعطي واحد الشكل زوين بزاف، شكل اللي منظم وكيحفزكم انكم تقراو. فقبل الامتحان فاش كتبغيو تراجعوا ما عليكم غير انكم تحلوا الدفتر ويبان لكم المعلومات الاساسيه اللي وصاكم عليها الاستاذ تراجعوها، فكتلقاو المعلومه بسهوله، وكيكونوا حتى تناسق الالوان في الصفحه ديالك، فكتربح نقطه الدفتر. حتى فاش كتكونوا كتراجعوا الامتحان كيبان لكم دفتركم مقاد ومصوب، كيعطيكم تحفيز تقراو. الاوراق البيضين والملف ديال التنظيم ديالهم، الاوراق البيضاء غتعاونكم بزاف تلخيص دروس، عوض ما تبقاو تراجعوا في كتاب الدروس كتاخذوا المعلومات الاساسيه منه كتكتبوها باسلوبكم الخاص وبشكل ملخص. واحسن حاجه هي مني كتكون كل ورقه لكل موضوع، مني كتجي فتره المراجعه قبل الامتحان كتلقاو كاع الدروس ملخصه وغادي تراجعوا غير بسرعه، وديك الساعه ما غتكونوش محتاجين ترجعوا للدروس كامله وتعاودوها من الاول. بالنسبه لملف تنظيم الورق ما تستهنوش به لحقاش مهم، لان الوراقي ممكن يتوضروا، والا من الاحسن شريو كتاب مخصص لملخصات الدروس، ستيلوات الملونين ماشي غير للزواق ولكن راه سر كبير باش تخلي المذاكره ديالك ممتعه وفعاله، بالخصوص الا كان عندكم كتابه ديال الدروس. حنا عارفين الاساتذه مساكن ما كيخليوناش نكتبوا بزاف، كيعمروا لنا السبوره وكيصيفطوا لنا مازال في الواتساب نكتبوا. المهم كيعاونوكم تميزوا بين الافكار المهمه في الدرس، بحال مثلا التعريف ديما حنا معروف كنديروه بالاخضر، المثال كنديروه بالاسود، النقطه الرئيسيه بشي لون اخر مغاير، اولا الافكار الاساسيه بالاحمر، هكا كنمشيو عليه باش كيعاوننا ننظموا الدفتر ديالنا، يبان لنا داكشي واضح وسهل الفهم والحفظ. مشابك الاوراق كتجمع لك الوراق كاملين اللي عندهم نفس الموضوع كيف قلت لكم قبيله، هكا غيعاونوكم باش ما يتفرقوش لكم الاوراق وما يتخربقوش لكم المواضيع. ايوا سيداتي سادتي هنا غينتهي الفيديو. بغيت نقول لكم ان الادوات المدرسيه ماشي غير للذوق او للكماليات، هي الاساس باش نكونوا منظمين ومركزين ومرتاحين العام كامل، غادي تحسوا باجواء الدراسه والفرحه والتحفيز. فما عليكم غير تجربوا هاد الافكار وتشريو هاد المشتريات وغادي تحسوا بالفرق من اول اسبوع ديال الدراسه. ما تنساوش تقولوا لي في التعليقات شنو هي الحاجه اللي كتخليكم متحفزين للدراسه.